هذا يسمى عيدان القرنفل. عيدان القرنفل لها استخدامات عديدة، ولكنني أرجح الأكبر والأصعب فيها، وهي أن تضعها في فمك فستشعرك بانتعاش، وهذا هو الانتعاش رقم 1 الذي يسمى الانتعاش الفموي. طبعا عارفين ان الفم مكان جميل ومركز الإحساس عند الإنسان، ده يستخدمه في الأكل وفي الشرب وفي المص واللحس، مص المصاصات. نيجي لتاني حاجة وهي الانتعاش الجسدي. تحت الإبط دايما بيكون في شعر عادي، يعني انت مش معاك مثلا مكنة تحلق وهو يفضل حلاقته، ولكن انت مفيش عندك مكنة تحلق، مفيش مشكلة، انتف. طب مفيش، في دي بودرة ألوإيفا بالصبار. ده تاني انتعاش معانا، هو الانتعاش الإبطي. نيجي بعد كده للانتعاش الجسدي اللي هو بعد الحموم يكون فيه يعني شوية بتستخدم ليهم دول. تالت حاجة معانا وهي الانتعاش الأذني اللي هو ورا الأذن، وبتستخدم ليها دي علشان لما تيجي تبوس حد تكون الريحة جميلة. يبقى صبارة، وهنتكلم عليهم في الموضوع القادم بإذن الله.